بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. دخلنا في شهر شعبان. النهارده يمكن 24 فبراير، دخلنا في شعبان اهو. يعني ربنا يجعله ايه، شهر كده كريم وشهر مبارك وشهر نقدر فيه على الطاعات، ونقدر نعمل فيه اللي ما عملناهوش طول السنة. المهم، النهارده موضوعنا يعني موضوع محدش كتير اتكلم فيه من وجهة نظري. انا ما لقيتش فيديوهات كتير بتتكلم عنه ولا مقالات ولا ابحاث علميه كتير. موضوع النهارده هو امتى ابدا رياضه وامتى ابطل رياضه. طيب مبدئيا كده بالنسبه كده الموضوع غلط. امتى ابدا رياضه؟ الرياضه بتبدا من والواحد جنين في بطن امه لغايه اما بيطلع اخر زفير. يتوفاه الله في اخر لحظه الواحد بيتوفاه فيها. من اول لحظه اتخلق فيها لغايه اخر لحظه بيموت فيها هو الواحد بيلعب رياضه. اوكي، بيلعب رياضه ازاي؟ بيتحرك. الحركه دي في حد ذاتها رياضه. الحركه دي بقى سواء كانت مشي، جري، بتوطي تجيب حاجه، بتطلع، بتنزل، بتصلي، بتعمل تمارين، بتشتغل في البيت، ست البيت بتشتغل في البيت، بتعمل اي مجهود بدني سواء كان بسيط او كبير. ده في حد ذاته رياضة. أي حركة على وجه الأرض دي رياضة، سواء كانت جوه المية أو في الأرض أو على أي وسط تاني لسه ما نعرفوش. طيب، الكلام بقى الأعمق والمفيد: إمتى أبدأ منافسة وإمتى أبطل منافسة؟ يعني إمتى أشارك في بطولات وإمتى أبطل اشتراك في بطولات. يعني معنى كده إيه؟ معنى كده إن أنا ما بطلش رياضة طول حياتي. طول حياتك ما تبطلش رياضة، حتى لو ما بتنافسش، حتى لو ما بتمارسش على مستوى عالي. لازم سيادتك تلعب رياضة. يعني مجرد انك تنزل السلم وتطلع دي رياضة، مجرد انك تتمشى شوية 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، دي رياضة. تصحى الصبح تصلي الفجر، تعمل شوية تمارين كده فتنس في البيت خفيفة كده، شوية بطن على شوية ضغط على شوية جنبات على شوية رباعي على كلام من ده، دي في حد ذاتها رياضة. وممكن نكتفي بيها للحفاظ على الصحة العامة، لتقوية حاجات معينة. يعني على حسب كل واحد والتارجت بتاعه ايه. ولكن الصحة العامة بتتكلم في ان انت لازم تكون بتعمل نشاط رياضي بشكل منتظم. ماشي. طيب المنافسة ابدأ امتى وافنش منافسة امتى؟ بالنسبة للبداية، البداية دي بتختلف من لعبة للتانية. يعني البداية في السباحة بتبقى سن هنا في مصر سن 11 سنة. في الجمباز مثلا للأسف بيبدأوا بدري جدا، بيبدأوا سن 6 سنين. و... وفي ألعاب تانية بتبدأ متأخر شوية، مثلا زي البوكس، كمال الأجسام، رفع الأثقال، الكيك بوكس، اللي هي الألعاب اللي هي بتحتاج يعني صفات خاصة في البني آدم اللي بيلعبها. آه، كل لعبة طبعا وليها صفاتها الخاصة المميزة بيها يعني، ولكن في الألعاب ديت بتحتاج صفات معينة. ما ينفعش واحد اندر ايدج يلعبها. يعني ما ينفعش واحد مثلا تحت 16 سنة يلعب بوكس. هيحصل له تأثيرات جامدة جدا في المخ وفي الأعصاب والكلام ده كله. فبيبتدوا يعلموه سنة سنة، وبيبتدوا يدخلوه في المنافسة واحدة واحدة بالراحة بعد ما يعدي السن ده. ولكن في طبعا استثناءات، بطولات مناطق، بطولات ودية، ما اعرفش ايه كلام من حاجات كده يعني. كمال الاجسام نفس الكلام، رفع الاثقال نفس الكلام، علشان برضو التأثيرات اللي بتحصل على الجسم والمكملات بقى، والجسم هيتقبل ولا مش هيتقبل، الكتلة العضلية هتتكون ولا مش هتتكون، الكلام ده كله بيفرق كتير قوي في بداية المنافسة. الرياضة التانية بتبدأ من سن صغير زي الجمباز مثلا 6 سنين ولا حاجة. وللأسف الشديد بيبطلوا بدري بدري. زي ما بيبدأوا بدري بيضغط عليهم بدري. ضغط عليهم جامد جدا علشان كل سنة تبقى أصعب من اللي قبلها. الولد أو البنت يا عيني بيوصل على سن 9 10 11 سنة وهو جايب آخره. واللي بيكمل بعد كده قلة قليلة جدا. آه، بيكملوا وهم مليانين إصابات للأسف الشديد. ودي حاجة أنا مش حاببها جامد جدا في رياضة الجمباز، مع إنها رياضة ممتازة جدا لو اتظبطت صح وعيد هيكلتها صح وتقنينها مظبوط. الموضوع يفرق كتير قوي 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 قوي، ونقدر نحقق فيها حاجات كويسة قوي. يمكن اللي ماشيين على خطى ثابتة شوية ألعاب القوة، السباحة نوعا ما، الزعانف نوعا ما، يعني في رياضات كتيرة، الكاراتيه مثلا.
التايكوندو، يعني اللي بدأنا نطلع فيهم الدورات أولمبية، بطولات عالم نحقق فيها مراكز متقدمة. الخماسي الحديث مثلا، في شوية ألعاب كده إيه يعني، بدأت تطلع كده وتطفو على السطح كده وإيه ونظهر فيهم عالميا، حلو قوي يعني. طبعا سباحة المسافات الطويلة احنا من زمان واحنا متميزين فيها كمصريين يعني. فالخلاصة واللي يهم معظم الناس، انا دلوقتي بدأت ونافست واشتغلت في المنافسة وماشي تمام التمام وزي الفل ومكمل ومية مية. طيب، وبنافس وبحقق مستوى كويس او ما حققتش مستوى كويس، امتى ابطل؟ وده موضوعنا النهاردة، امتى ابطل. هنا في مصر معظم الناس بتبطل عند الإعدادية، عشان هي طبعا مرحلة فارقة في حياة الطالب المصري، ومرحلة حاسمة في حياة الطالب المصري. فهتوجهه يا إما يدخل ثانوي عام يا إما يدخل أي حاجة تانية، ثانوي بقى سياحة وفنادق أو صناعي أو زراعي أو أي حاجة زي كده، أو يتجه أي اتجاه تاني. ف مرحلة الإعدادية دي للأسف ناس كتيرة بتقع مننا فيها. ماشي. طيب اللي بيصمد بعد كده وبيكمل، دول قلة قليلة اللي بيقعدوا، اللي بيقعوا في الإعدادية. ماشي. اللي بيكمل بعد كده بيشتغل معايا سنتين، أولى وتانية ثانوي، يجي في سنة تالتة يقع. طيب دول الأغلب الأعم، يمكن 99% من اللي بيبطلوا رياضة بيبطلوا بسبب الثانوية العامة. بطل ثانوية عامة بيقعد سنة في البيت ما بيذاكرش، بيطلع له، أنا آسف في الكلمة، دهون زيادة في جسمه، كرش بقى، جناب، بيبقى عنده أوفر ويت بعد السنة بتاعت الثانوية العامة دي. اوفر ويت مثلا بتاع 10 12 كيلو حلوين كده لزاز طعام. بعد ما يخلص ثانويه عامه دخل في التنسيق، دخل كليه ايه، يبتدي يتسحل في الكليه عقبال ما يبتدي يقف على رجليه ويبتدي يفكر ان هو يرجع تاني يقف على رجليه في الرياضه. محتاج سنه عقبال ما يبتدي يستعيد تاني ان هو مستوى قريب من مستواه. طيب، هل صح ان انا لما اوقف منافسه اوقف بالرياضه بالكامل؟ لا. انا لو وقفت منافسه ما ينفعش اوقف رياضه. عشان كده بدات الاول بالرياضه، ما بداتش بالمنافسه. لما توقف منافسه يا كابتن، الكلام ده لكل الناس اللي وقفوا بيوقفوا وهيوقفوا واللي بيفكروا يرجعوا. لما توقف منافسه يا كابتن، في برنامج لازم تمشي بيه، في برنامج لازم تمشي عليه. الكلام ده في كل الرياضات، لازم تقف تدريجي عن المنافسه. ما ينفعش واحد بيعوم 8 كيلو في اليوم او 7 كيلو في اليوم او 6 كيلو في اليوم، وات ايفر انت وصلت لانهي مستوى، وصلت للمستوى ده مره واحده صفر، ما بتنزلش الميه. ما ينفعش انت واحد بتجري 25 30 كيلو في اليوم مره واحده صفر، ما بتجريش 2 3 كيلو على بعض، ما بتنزلش حتى تتمشى. ما ينفعش واحد بيركب عجله 50 60 كيلو في اليوم يجي مره واحده صفر. وهكذا بقى في كل الرياضات. واحد بيدخل جيم يقوم مبطل مره واحده، واحد مش عارف ايه بيبطل مره واحده. ايه اللي بيحصل؟ الكتله العضليه اللي عندك، العضلات، الجهاز العضلي، الجهاز العصبي، كل اجهزه جسمك الحيويه اللي كانت شغاله بكفاءه عاليه عشان تواجه المجهود اللي انت بتعمله، مره واحده وقفت، حصل لها خمول، حصل لها كسل، حصل لها بيات شتوي. بس حتى لو انت في الصيف بيحصل لها بيات شتوي، فبتوقف كل حاجه. اللي بيحصل ايه؟ العكس تماما. خمول، كسل، نوم، الدنيا معاك بتبقى بايظه خالص. بتبتدي بقى تنشط ايه بقى؟ الخلايا الدهنيه، الغدد الدهنيه، تبتدي سيادتك بسم الله ما شاء الله العضلات تضعف ويطلع مكانها دهون. فحاجه كده بتبقى جميله جدا، الواحد تشوفه كده داخل الثانويه العامه كده شاب رياضي شكله كده صحي وجميل وزي الفل، طالع من الثانويه العامه كومودينو، طوله زي عرضه، حاجه كده 6 في 9. فانت لو بطلت رياضه، لو بطلت منافسه، ما تبطلش رياضه، لازم تتمرن. ان شاء الله حتى ولو تمارين خفيفه تعوض بيها جزء من اللي انت كنت بتنافس بيه، علشان لو انت وقفت مره واحده هيحصل فيك كده. لكن لو بطلت منافسه مش هتوصل للمرحله دي، هتوصل لمرحله اقل بكتير جدا من ده. هتقدر يوم ما تعمل كومباك، تعرف تعمل كومباك بسهوله، تقف على رجليك بسهوله، ترجع مع شويه فتنس صغيرين، مع شويه اساتك، مع شويه شغل في الجيم صغيرين، مع شويه تمارين المهاره بتاعتك، سواء انت كنت بقى بتلعب سباحه، العاب قوه، جمباز، ايا كانت اللعبه اللي انت فيها، هترجع لها بسهوله. لو انت ما وقفتش مره واحده، ما وقفتش فجائي، ما وقفتش رياضه خالص. لكن لو وقفت رياضة خالص انت لسه بترجع تلين الجسم كله من اوله، محتاج لك شهرين 3 عشان تبتدي بس تقول بسم الله الرحمن الرحيم انا عايز ابدأ رياضة تاني، رياضة مش منافسة.
طيب، عن تجربة شخصية، كل الناس اللي بطلوا رياضة، او معظم الناس 99% من الناس اللي بطلوا رياضة ما عرفوش يرجعوا تاني. 1% بس هو اللي بيقدر يرجع، هو اللي عنده تارجت وعايز يرجع له، عايز يحققه. ايه هو بقى؟ يا اما عايز ينزل ماسترز، يا اما عايز يخش كلية بتعتمد على الجسم القوي، مثلا تربية رياضية، حربية، شرطة، مش عارف ايه كلام من ده. الحاجات اللي زي كده يعني غالبا بيكون محافظ شوية على جزء من اللياقة بتاعته وبيعرف يرجع بسرعة. ولكن الناس اللي وقفوا خالص غالبا ما بيرجعوش. طيب، بالنسبة، نعدي بقى المرحلة دي، الناس اللي بتكمل وعدوا الثانوية العامة، أو الناس اللي بره مصر ما عندهمش محطة الثانوية العامة دي ومكملين في الرياضة، شغالين 16 سنة 17 سنة. طيب إمتى أبطل منافسة؟ السؤال ده هجاوبكم عليه في الفيديو اللي جاي إن شاء الله بإذن الله. أوقف منافسة ليها شروط وليها مواصفات وليها طريقة معينة عشان تبطل فيها منافسة. ويوم ما تبطل منافسة لازم تكون حققت حاجات معينة، تعرفوها معايا في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. أشوفكم على خير. السلام عليكم.